يا لها من أمسية كبيرة للفريق الملكي، ويا لها من أمسية كبيرة لكريستيانو رونالدو الذي قال عنه كما ذكرت أيضا إيميليو بوتراغينيو هو الأفضل، لأنه لا يشبع من البطولات، لا يشبع من تحطيم الأرقام القياسية، لا يشبع كريستيانو رونالدو إطلاقا. كلما كان في الملعب حاضرا كلما أعطى الإضافة. غاب هذه الليلة ولكن فريقه لم يغب إطلاقا عن رفع كأس السوبر العاشرة التي وصل إليها بكل جدارة واستحقاق، وبالتالي بطولة أخرى تضاف إلى البطولات الكبيرة. هذا النجم الصغير الذي ينتظر مستقبل كبير كان قد بدأ الليلة الكبيرة بهدف في الدقائق الأولى، وبعد ذلك كان كريم بنزيما كريما مع الفريق الملكي وأنصاره. وأعتقد أن فريق ريال مدريد مرشح فوق العادة لأن يكون بطلا لأندية العالم في ديسمبر القادم بحول الله تعالى في العاصمة. المدريدي الآن يرفع ايده ويرفع راسه، المدريدي يرفع ايده ويرفع راسه، لأن فريقه بالفعل هنا يرفع كاسا أخرى وبطولة أخرى. ولاحظ الاحتفالية ستأتي الآن، ستستمر. نعم تأتي بطولة السوبر بعد غياب 5 سنوات، وتأتي البطولة لأن هي على حساب الفريق الآخر أيضا الكبير في حسابات المنافسة التقليدية في كرة القدم الإسبانية. عند المرمى الاحتفالات تستمر وتحت أنظار الجماهير، آلاف المحبين في الملعب وملايين المحبين في كل مكان في العالم، في قارات العالم أيا كان التوقيت الآن في العالم. فإن المحبون العاشقون المغرمون بالفريق الملكي لا شك سهروا ربما حتى ساعات الفجر الأولى في أمريكا، في آسيا، في كل مكان من أجل أن ينتظروا هذه اللحظة التي توج فيها بالفعل هذا الفريق. كما ذكرت 88 على حساب برشلونة كانت البطولة الأولى، 89 البطل لأنه بطل الدوري والكاس، 90 بطلا على حساب برشلونة مرة أخرى عام 93 يدفع أيضا الريال بطلا على حساب برشلونة، 97 الريال على حساب برشلونة، 2001 الريال على حساب ريال سورقسطة، 2003 الريال على حساب ريال مايوركا، 2008 الريال على حساب فالنسيا، و2012 الريال على حساب برشلونة، و2017 يا كريستيانو أيضا على حساب برشلونة. وبالتالي لاحظ بأن ريال مدريد يتوج في غالبية مبارياته في السوبر على حساب الخصم اللدود الكبير الآخر فريق برشلونة. أيها السيدات والسادة، أعتقد أن الأمور مستمرة بانتظار أن يجهز زملاء الأعزاء في استوديو التحليل.